من اكتر الاجهزه اللي في الفئه المتوسطه اللي طلبت ان انا اتكلم عنها جهاز سعره كويس، جهاز سعره رخيص، امكانياته كويسه الى حد ما. تعالى اكلمك عن اوبو A78. يلا ندخل في الامكانيات على طول عشان ما اطولش عليك. تعالى. طبعا زي ما احنا متعودين دايما ان اول حاجه بنتكلم عليها الا وهي الشاشات. شاشه التليفون ده بتيجي IPS LCD 90 هرتز، بيديك من 480 نتس ل 600 نتس، وبيجي شاشه 6.56 بوصه. بص، الشاشه الاي بي اس ال سي دي بطبيعتها هي شاشه مش احسن حاجه، يعني الوانها بتبقى على قدها قوي. بس الميزه في الشاشه دي ان هي رخيصه، يعني لو لا قدر الله الموبايل ده اتكسر منك انت ب 600 700 جنيه بتجيب الشاشه بتاعته. ال 90 هرتز مع الاي بي اس ال سي دي بتدي احساس في اللمسه عالي شويه، ما بتبقاش وحشه. الجهاز ما بيليكش معاك في التاتش، لو انت خاصه لو انت بتلعب. دي بالنسبه للشاشه. وبعد ما بنتكلم عن الشاشات بنتكلم دايما على الكاميرات. الجهاز بيجي بكاميرتين في الخلف. الكاميرا الاساسيه الوايد بتيجي 20 ميجا بكسل، وبيجي بكاميرا 2 ميجا بكسل، 50 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل. ما بيصور HDR في الفيديو وبيصور بانوراما. حاجه تاني لا، ما تستناش منه حاجه تاني. وبيجي بكاميرا سيلفي عاديه جدا 8 ميجا بكسل، ولا بتصور HDR ولا بتصور بانوراما، هي 8 ميجا بكسل بس كده. ميزه في التليفون دوت مش هتلاقيها في تليفونات كتير في الفئه المتوسطه، ان الموبايل ده بيجي 5G. يعني لما ال 5G هيشتغل عندك في مصر هيبقى معاك تليفون رخيص بالسعر دوت وشغال 5G. اما بالنسبه للميموري والرامات، فالجهاز بيجي 3 مساحات. بيجي 4 جيجا رام 128، وبيجي 8 جيجا رام 128. وفي الشرق الاوسط عندنا هنا وفي مصر هتلاقي منه النسخه ال 8 جيجا رام ال 256، وهقول لك سعرها في اخر الفيديو. بيجي ببروسيسور من ميديا تك دايناميستي 707 نانومتر. بص، البروسيسور ده هو مش احسن حاجه، بس على امكانيات الجهاز، امكانياته بسيطه، وعلى سعر الجهاز فالبروسيسور ده كويس جدا. ما تستناش منه اداء في الالعاب التقيله قوي، يعني لو انت بتلعب مثلا ببجي وحملت على التليفون ده فممكن يسخن منك وهيبقى السخونيه دي ملحوظه يعني. ومن ضمن الميزات اللي بتيجي في الموبايل ده كمان ان هي بيجي بسماعات استيريو، بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، وبشاحن 33 واط بيشحن من 0 ل 50% في 31 دقيقه، يعني بتفول الجهاز كله في حوالي ساعه وخمس دقائق. سعر الجهاز ده في السوق المصري النسخه 8 جيجا رام ال 256 هتلاقيه من 9500 جنيه ل 10000 جنيه. الجهاز حلو في الفئه المتوسطه، هو جهاز كويس مش وحش. شكله شيك زي ما انت شايف صورته كده. لو انت عايز تجيب حاجه في الرينج البسيط دوت، انا انصحك ان انت تجيب الموبايل ده كويس، مش هيبقى وحش، وهيسعفك وهيشغلك شغل كويس. اتكلمنا عن الموبايل ده عشان الطلب مني كتير، وعشان خاطر في حد كده مطاردني في الكومنتات. يا عم الاوبو الايه 78، ادي الفيديو اللي انت مستنيه يا عم، وانا تحت امرك. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والاجهزه الفلاج شيب. بنحاول وبنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر PC او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، ومستني ان انت برضو تتابعني على القناه على اليوتيوب. بتكون الفيديوهات متفسره بالعناوين تحت بعض اكتر. لو انت بتدور على فيديو من الفيديوهات عندي هيكون اسهل، احمد تربو. مستني رسائلك على الانستجرام، واعذرني لو باخد وقت في الرد، بس ضغط رسائل مش اكتر. كان معاك احمد تربو، السلام عليكم.